من 28 سنة في مدرسة الموهوبين في القاهرة بيقرر طفل من طلاب المدرسة إن يقضي يوم الأجازة الوحيد مع واحد من صحابه بدل ما يرجع بلده أسوان. صاحبه اللي وقتها بيعرض عليه يجي معاه تدريبات نادي الزمالك ويقدم في الاختبارات على أمل إنه ينضم للنادي، وفعلا ده اللي حصل. بيقرر النادي ضم الطفل الأسواني، وكمان بيوفروا له سكن مع اللعيبة المغتربين. كان مبنى السكن ده تحت مدرجات ملعب حلمي زمورة، المدرجات اللي بعد كده، ولمدة 23 سنة فضلت تهتف باسم الطفل ده. ويبقى الزمالك طول الفترة دي عبارة عن قوس وفارس والسهم شيكابالا. ايه جمال شيكابالا ده يا جماعه؟ فين شيكابالا ده؟ احسن لاعب في الدوري. من احسن لعيبه العالم. الاباتشي هتبقى الفوق. انا مش شايف ان انا اتشبه بشيكابالا يعني. ملوش حل ملوش حل ملوش حل. قلتها والله يرسي يا شيكا يا شيكا. شيكابالا اللي عمره ما كان مجرد لعيب جامد في الزمالك وخلاص، ولا الجمهور كان شايفه كده. وطول عمر الزمالك بيعدي عليه لعيبة جامدة، لكن الجمهور شاف شيكابالا واحد منهم، واحد مجنون زمالك زيهم. شافوه صاحبهم أخوهم، أو حتى كمان شافوه ابنهم. حتى في الفترات اللي كان بيبقى بعيد عنهم فيها كان بيفضل عندهم الشغف إنهم يعرفوا أخباره، يفرحوا لفرحه ويزعلوا على زعله. أسطورية شيكابالا وشعبيته الكبيرة دي عند جمهور الزمالك مش مستمدة من البطولات اللي بالمناسبة هو مش قليل فيها، بالعكس هو أكتر لاعب حصل على بطولات مع الزمالك. بس لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. شيكا كان هو الأمل للزمالك، ولا لو حتى معاش بقى لعيبة أو مجالس إدارات بتتحل، قادر يحطهم في منافسة مع جيل تاريخي للأهلي. هو اللي عمره ما تخلى عنه. كانوا دايما شايفين إن هو اللي هيحل مشاكلهم. رؤيته في الملعب وهو بيمتع الجمهور كانت بتنسي الزملكاوية كل مشاكلهم، حتى لو لمدة ساعة ونص بس يشوفوا فيهم سحر الأباتشي. ولو هنتكلم عن فترة شيكابالا في مواجهته لجيل الأهلي الذهبي، اللي هو ما قدرش ياخد منهم بطولات، بس مجرد منافسة الجيل ده بالمشاكل اللي كانت في الزمالك دي كانت إنجاز بالنسبة لجمهور الزمالك. عشان ألخص لك المرحلة دي نروح لتصريح جوزيه المدرب الأسطوري للأهلي، واللي قال ساعتها لو عايز تكسب الزمالك وقف شيكابالا. ولو جينا نتكلم عن مسيرة شيكابالا كلاعب، فهو بلا شك كان يستحق مسيرة أفضل من كده بكتير. مسيرة بدأت مع الزمالك في 2002، كانت أول مشاركة ليه قدام نادي غزل المحلة وهو عمره 16 سنة بس. وقتها شيكا جاب أول جول ليه بطريقة تعرف كل الناس إنهم قدام موهبة استثنائية، أو بمعنى أصح عرفتهم إنهم قدام فصل جديد من كتاب اللعيبة الصحراء في الكرة المصرية. بعدها شيكا بيروح مع مصر في كأس العالم للناشئين، بيقدم أداء رائع بيلفت نظر الصحفيين الأوروبيين اللي قالوا عليه ساعتها مارادونا الجديد. والأهم إنه لفت نظر نادي باوك اليوناني، وفعلا بينضم ليهم، وكان بيشارك أساسي كمان، والجمهور بدأ يحبه. وزيد تعلق الجمهور بيه كمان بالأخص بعد ماتش الديربي قدام أولمبياكوس، الماتش اللي سجل فيه شيكابالا هدف بطريقة حلوة قوي، عشان جمهور باوك ساعتها يغني له أغنية لسه معروفة في اليونان لحد دلوقتي، بيقولوا فيها إن شيكابالا أفضل من ريفالدو. زي ما بقول لك كده، ريفالدو بطل العالم 2002، وقتها كان بيلعب ريفالدو في أولمبياكوس. جمهور باوك عشان يضايق جمهور أولمبياكوس كانوا بيقولوا لهم إحنا معانا ريفالدو الحقيقي اللي هو شيكابالا. بس للأسف يا صديقي القصة دي مش بتكمل، زي قصص كتير في حياة شيكابالا. ساعتها بيرجع شيكابالا مصر بسبب مشاكل في التجنيد وحاجات كده مش موضوعنا دلوقتي. تيجي سنة 2006 ويرجع شيكا للزمالك، بيقعد معاهم ساعتها من 2006 لحد 2012، والفترة دي هي الفترة اللي تعلق قلب كل زملكاوي فيها بشيكابالا. وعلشان برضه تبقى معاه في الصورة يا صديقي، في أبواب الزمالك ما كانتش مفتوحة لشيكابالا. أول لما رجع مصر قالوا ساعتها إن النادي فيه أزمة مالية، عشان يستغل الموقف ده ساعتها عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي الوقت ده، وفعلا بيقدر يمضي شيكابالا للنادي الأهلي. لكن شيكابالا بعد كده ذكر إنه ما قدرش يلبس تيشيرت الأهلي. مسؤولين الزمالك بعد ما عرفوا خبر توقيعه للأهلي قرروا يتحركوا ويضموه، وفعلا شيكابالا بيرجع الزمالك. إدارة الأهلي في الوقت ده تحترم رغبة اللعيب وترجع العقود ليه تاني. فخلاص كنت رحت ساعتها مضيت في النادي الاهلي. كان مين اللي كلمك؟ عادل القيعي؟ رحت قعدت معاه في البيت وبعد كده ايه اللي ما خلاكش تنفذ بقى التعاقد؟ ما انا مش عايز، مش قادر. انا مش قادر. ساعتها جه ناس الزمالك بقى كلموني بجد، بقى المره دي كانت بجد. لما قالوا لي هروح هناك فالناس كلموني ورجعت. فرجعت على طول. فترة شيكابالا في الزمالك من 2006 ل 2012 خد فيها هداف الدوري مرة، لكن للأسف ما حصلش على بطولات مع النادي. بس خد بطولة أفريقيا مع المنتخب سنة 2010،
ولكن ما كانش ليه مشاركة تذكر. بالمناسبة مسيرة شيكا الدولية ما كانتش قوية زي مسيرته مع الأندية، ودي كانت من يعوب شيكابالا. ده اللي ذكره مدرب التاريخي لمنتخب مصر حسن شحاتة، اللي قال في تصريح ليه إن شيكابالا كان ما بيحبش يروح معسكرات المنتخب في الفترة دي. شيكابالا الفترة ديت دخل في مشاكل كتير مع مدربين وجماهير الأهلي وأحيانا مجالس الإدارة، وبعد مشكلة مع حسن شحاتة في الزمالك اللي كان مدرب الزمالك وقتها بيروح شيكا إعارة للوصل. فترة شيكا في الوصل كانت مميزة، ما كانتش أقوى حاجة ليه بس كانت مميزة. خليني أقول لك إن مدربه في الوصل ساعتها برونو ميتسو قال عليه إنه لاعب مهاري جدا ويقدر يصنع الفارق بلمسة واحدة بس. مش بس مدربه اللي أثنى على أدائه الفترة دي، لا ده كمان مارادونا واحد من أفضل اللعيبة في التاريخ وقتها قال عليه إن عنده مهارات تخليه يلعب في أكبر أندية أوروبا ويبقى من أشهر لعيبة العالم. شيكابالا بيقضي موسم واحد مع الوصل بتنتهي رحلته معاه، وبعدها بيرجع تاني للزمالك. في السنة دي شيكابالا بياخد مع الزمالك كاس مصر، ولكن كان الأهم لقطة تتويج النادي بالبطولة. ساعتها شيكابالا بياخد الكاس وبيجري ويهديه للجمهور في لقطة أيقونية بتعكس مدى ارتباط الجمهور وشيكابالا ببعض، لقطة بتوضح العلاقة ما بينهم. زي ما الجمهور بيشوف واحد منهم هو كمان بيشوفهم عيلته، بيشوف إنه واحد منهم. وبعد الموسم ده بتيجي فرصة لشيكابالا للاحتراف مرة تانية في أوروبا، والمرة دي من بوابة نادي سبورتنج لشبونة، واحد من أكبر 3 فرق في البرتغال، والكل كان مستني من شيكابالا إنه ينشر سحره في بلد الشعراء. ولكن للأسف شيكا ما شاركش في أي مباراة رسمية مع النادي، ما يعرفش يتأقلم على الأجواء، وبيرجع تاني شيكابالا لمصر. المرة دي بقى شيكا ما رجعش على الزمالك على طول. وقتها ميدو وهو واحد من أصدقاء شيكابالا من أكتر الناس اللي كانت بتعرف تعامله نفسيا، كان مدرب الإسماعيلي، ويقرر إن ياخد معاه شيكابالا على سبيل الإعارة. بيستعيد شيكا جزء من بريقه مع الإسماعيلي، وده اللي بيخلي الزمالك يقطع الإعارة ويرجعه تاني، لأن الفريق كان في حاجة ليه في الوقت ده. شيكابالا قضى مع الزمالك موسمين قدر فيهم يحقق بطولة الكاس وبطولة السوبر، وبيخسر نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016، البطولة اللي بالمناسبة شيكا خدها وهو ناشئ بس استعصت عليه وهو نجم الفريق. نيجي لموسم 2017 2018، الزمالك وشيكا بيشوفوا ان مصلحة الطرفين في ان شيكا يخرج إعارة بعيد عن الضغوطات والمشاكل عشان يقدر يروح مع مصر كأس العالم. وبالفعل يا صديقي شيكابالا بيروح إعارة لنادي الرائد السعودي، بيقدم مستوى هايل في دوري قوي، يقدر ساعتها انه يسجل 10 أهداف عشان يكون بيهم هداف الفريق، وده اللي بيأهله انه يكون واحد من كتيبة هيكتور كوبر في كأس العالم 2018. بعد كأس العالم بيرجع شيكا لليونان مرة تانية، ولكن المرة دي عن طريق نادي أبولون في رحلة استمرت 5 شهور بس، شارك فيهم شيكا في 6 ماتشات. وقتها شيكا بيدرك إنه لازم يرجع لبيته عشان يرجع يبقى قائد الزمالك. الفترة ديت على الصعيد المحلي شيكابالا حقق بطولة الدوري مرتين، وبطولة كأس مصر 3 مرات، وبطولة السوبر مصري مرة واحدة. ولو هنتكلم عن المستوى القاري فشيكا في الفترة دي حقق بطولة الكونفدرالية وبطولة السوبر الأفريقي مرتين، ولكن للأسف ما يقدرش الأباتشي إنه يخطف الأميرة السمراء. شيكابالا أعلن اعتزاله السنة دي، وبإعلان اعتزاله بيعلن نهاية آخر فصل في جيل تاريخي للاعبين المصريين. جيل كان فيه أبو تريكة وعمرو زكي متعب وبركات حسني، جيل مش هتعرف تعد فيه اللعيبة الموهوبين، جيل كان بيلعب عشان يمتع الجمهور، جيل كان كله مواهب ولكن للأسف كانت عقليته ضعيفة، جيل فضل المجد المحلي على صناعة التاريخ العالمي، جيل كان قادر إنه يشكل تاريخ كبير في أوروبا، جيل متع كل مصري عاشق للكورة، جيل فرح المصريين كتير بجميع انتماءاتهم. شيكابالا خلاص انتهت قصته في الملاعب، بس هتفضل محفورة في قلب كل زملكاوي وعقل كل مشجعين الكورة في مصر. قصة كان بطلها ولد من أسوان وجمهور مجنون كورة بيعشق فريقه، قصة كان شيكابالا فيها أسطورة جسد كل معاني الوفاء والحب لناديه ولجمهوره ورفض إنه يتخلى عنه، قصة كان فيها شيكابالا ساحر يمتع الجمهور بأهدافه ومهاراته ورجله الشمال اللي صعب تتكرر تاني، قصة كان شيكابالا فيها جاني ومجنى عليه في كل المشاكل اللي دخل فيها، قصة كان شيكابالا فيها هو فارس الزمالك وجمهور الزمالك هو الدرع اللي بيحميه. انتهت قصة شيكابالا في الملاعب، القصة اللي نتمنى نشوفها ونعيشها تاني مش بس مع الزمالك، لا مع كل الأندية الجماهيرية في مصر. شكرا محمود عبد الرازق، شكرا على المتعة اللي قدمتها لنا على مدار 23 سنة. سلام يا محمود، سلام يا باتشي.
كده يا صديقي انا اكون خلصت. متنساش بقى اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.